بعد أكتر من 25 سنة صعيدي في الجامعة الأمريكية 2 يرجع من جديد، وهنيدي ياخد الجنسية السعودية بسببه، ومخرج العمل مفاجأة. حفيد فؤاد المهندس بدأ في فيلم الجزيرة وتألق في مسلسل بالطو. من الهندسة للإخراج والفن وعلى خطى جده ماشي على طريق الكوميديا. وبعد ما أعلن تركي آل الشيخ بصفته رئيس هيئة الترفيه في السعودية إنه هيقدم فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2، وبعد نجاح الجزء الأول من الفيلم من أكتر من 25 سنة واللي ساعتها حقق نجاح كبير جدا ولسه بيتعرض لحد دلوقتي وبيحقق مشاهد مليونية، والشيء اللي أثار فضول الناس يا ترى مين هو مخرج الفيلم؟ صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني هيكون إخراج عمر المهندس وتأليف مدحت العدل، والنجوم اللي عملوا الجزء الأول من أكتر من 25 سنة هم نفس الأبطال زي أحمد السقا ومنى زكي ومحمد هنيدي. طب يا ترى مين هو عمر المهندس المخرج المبدع واللي مفيش ناس كتير تعرفه؟ عمر المهندس يعتبر الحفيد الثالث للفنان الراحل فؤاد المهندس، ماشي على خطاه بالشغل في الفن وخصوصا بالكوميديا والدراما العائلية، على عكس أحفاد فؤاد المهندس الباقيين. أحمد اتخرج من هندسة واشتغل مهندس ودخل الوسط الفني عن طريق الإخراج، واشتغل مساعد مخرج في سيت كوم تامر وشوقية. ومن أعمال عمر المهندس الفنية السينمائية فيلم الكنز 1 والكنز 2 بطولة الفنان محمد رمضان، والجزيرة 2 وفرش وغطا وبنطلون جولييت وألف مبروك، واشتغل في مسلسل بالطو والخروج. وعمل أكتر من 9 أعمال، منهم 7 شارك بالإخراج والعملين الباقيين شارك بالتمثيل، زي إخراج فيلم الجزيرة مع المخرج الكبير شريف عرفة، ومسلسل الخروج بطولة الفنان ظافر عابدين، وخاض تجربة التمثيل في فيلم بنطلون جولييت وفيلم ألف مبروك مع النجم أحمد حلمي، واللي جسد فيه شخصية سعيد قريب العروسة. عمر اترشح لإخراج الجزء الثاني بعد مشوار كبير، وآخرهم مسلسل بالطو، واللي اتعرض حلقاته على منصة واتشت وتصدر ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي. المسلسل فيه أبطال كبار وأبطال شباب مبدعين عمر قدر يكتشفهم، وأبطال العمل كان منهم محمود البزاوي ومحمود حافظ وعارفة عبد الرسول وغيرهم من الأبطال الشباب. والمسلسل سيناريو وحوار أحمد عاطف وإخراج عمر المهندس. كنا عايزين نعمل حاجة قريبة للناس بس في نفس الوقت فيها سنة ستايلايزد شوية. أنا أعرفهم هم الثلاثة، إحنا أصحاب أصلا من زمان. الصعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني هيبقى نقلة كبيرة في تاريخ عمر الفني، خصوصا أن عرض الجزء الأول اللي كان سنة 1998 حقق نجاح كبير جدا وقت عرضه، وإيراداته كانت ضخمة جدا وقتها، وضم عدد كبير من النجوم زي غادة عادل ومنى زكي وهاني رمزي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، واللي أخرجه كان المخرج الكبير سعيد حامد. حصل الفنان المصري محمد هنيدي على الجنسية السعودية، كما كشف عن تحضيره للجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. هنيدي عبر عن سعادته في بوست على حسابه وقال: تشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين، وأنا شايف إن ده أكبر تكريم ليا. وقال: أنا بستعد لتحضير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بدعم من هيئة الترفيه في السعودية. وقال الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي. وكان هنيدي أكد قبل كده إن مدحت العدل خلص كتابة سيناريو العمل عشان يتعرض في 2025. في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم عن أعمال عمر حفيد الفنان فؤاد المهندس، ويا ترى نجاحه هيوصل لفين بعد العمل ده. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.